مساء الروقان. دحين اليوم كده على المغربية تسوي فطاير بسيطة. شوفي، كاستين دقيق، رشة ملح، ملعقة صغيرة سكر. شوفي الزيت كميته قليلة. شفتي كيف؟ هذا أي زيت عندك؟ حليب 3 ملاعق، وخميرة ملعقة ونص، الخميرة الفورية. وبعدين الموية على حسب الطلب، وتفضلي تحركي شوية شوية، وتكوني دهنة يدك نقطة زيت عشان ما يمسك العجينة فيها. تحركي تحركي لحد ما تشوفي قوام العجينة صار الشكل اللي لا هي مرة لينة وإنها تفرط في يدك وانت تفرديها في النشابة، ولا هي مرة سميكة وإنها رخمة كده وتقيلة. طيب حخليها من نص ساعة لساعة. حروح أقطف نعناع، هذا للحشوة، نعناع مع الجبنة البيضة، أو عندك نعناع انتي ما تبغي نكهة تانية، نعناع ناشف، تبغي ريحان، تبغي كده، ده كله عشان نغسله ونحطه مع الجبنة البيضة. احنا حنسوي فطاير بالجبنة البيضة، فطاير بالزعتر. طيب خلاص، غسلتها، فرمت النعناع، وبعد ما حفرمها طيب وغسلتها مرة طيب، هحط وصلة من الجبنة البيضاء اللي عندي، أفرفتها كلها مع النعناع لتعطيكي لما تاكليها تحسي كده بنكهة النعناع المغربي، مرة لذيذة مع الجبنة. شفتي كيف؟ اهي العجينة دحينة حروح أخرجها. هنا ححط زعتر وزيت وشوية دبس الرمان عليه، شوية دبس الرمان يعطيله حموضة. حقطع العجينة بعد ما أفردها، أقطعها كده مثلثات في النشابة اللي عندي. طيب وأحط إما الجبنة البيضة أو جبنة الكيري، أو أحط الزعتر، وبعدين أرش عليهم كل واحد شوية. هذه جبنة كيري على حسب أولادك إيش يبغوا، اللي يبغى جبنة كيري تسوي له، اللي يبغى جبنة بيضة، اللي يبغى زعتر. بعدين خلطت صفار البيضة ودهنت وجه الفطاير كلها. اهي شفتي كيف كلها دهنتها. دحينة أنا عارفة الصف ده جبنة بيضة، أجيب حبة البركة أو الحبة السوداء على حسب ما تسميها انتي، هذه على الجبنة البيضة. على الزعتر أحط السمسم، وبعدين الجبنة الكيري حقت الأولاد ما يحبوا شيء، خليت وجهها سادة. وبالهناء والعافية على قلبكم، تتحمر وقدميها مع كاسة شاهي ولا أحلى. بالعافية بالعافية. شفتي كيف؟ ايش فرقكم دقيقة في الفرن لحد ما انتي تشوفي كل واحدة فرنة مختلف، لحد ما انتي شفتي اللون الذهبي ده. بالعافية عليك. شفتي اهي خرجت.